السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صينية أو صاج جلاش بوش بيتزا. يعني على الوش هحط برضو مكونات البيتزا. طريقة سهلة وبسيطة، والمكونات مفيهاش حاجة مكلفة خالص. يمكن بس البسطرمة ممكن تستغني عنها لو عندك لانشون سوسيس. مش عايزة أي لحوم خالص، مفيش مشكلة، اعمليها بالجبن هتبقى جميلة. نبدأ بسم الله ونشوف المكونات. معايا فلفل، اي فلفل الوان او رومي او اخضر، مقطعاه قطع صغيرة بالشكل ده الموجود عندك ضيفيه. شرايح زيتون اخضر، لو بتحبيه اسود برضو مفيش مشكلة. ودي شوية جبنة رومي مبشورة شريحتين تقريبا. قطعتين بسطرمة انا مقطعهم صغير قوي، ولازم البسطرمة لو هتعمليها تبقى متقطعة قطع صغيرة قوي قد الفلفل كده عشان ما تشدش معاكي. وبالظبط معلقتين اوراق بقدونس مقطعين برضو صغير. ودي المادة اللي هدهن بيها بين الطبقات عبارة عن معلقتين سمنة كده سايحة، وعليهم شوية لبن، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنقلب كويس قوي. اللبن يا جماعة بيخلي الطبقات مورقة، والبيكنج باودر طبعا بيخلي قطعة الجلاش تنفش كده وتبقى حلوة قوي. ودول مثلثين جبنة هحتاجهم برضو، هنشوف في ايه. دي لفة واحدة من الجلاش، هنحط كأنك بتعملي بالظبط صينية جلاش عادية جدا. ده الصاج اللي هعمل فيه. عايزة تعمليها في صينية مربعة مدورة، اللي متاح عندك اعمليه. انا قلت اعملها في صاج. الصاج تقريبا عندي قد الصينية. دهنته سمنة كويس قوي كده من تحت، وهحط الجلاش. هحط ورقة ورقة، وبين كل ورقة هدهن بالتشريبة بتاعتي دي، اللي هو اللبن والسمنة والبيكنج باودر. بين كل هحط نص الكمية، وبين كل ورقة وورقة هدهن بالفرشة زي ما انتوا شايفين، كأنك بتعملي جلاش عادي خالص. هخلص نص كمية الجلاش، هي تقريبا فيها 10 ورقات، هحط 5 تحت، وبين كل طبقة وطبقة هدهن دهان بسيط كده. اخلص نص الكمية، وبعدين هبدأ احط المكونات بتاعتي اللي هي الحشوة اللي من جوه. بدأت الحشوة اللي في النص. الفلفل اللي انا مقطعاه قطع صغيرة هحطه، اي نوع فلفل طبعا عندك زي ما قلنا. وبعدين هحط رشة من الجبنة الرومي المبشورة، وحطيت قطع البسطرمة وشرايح الزيتون الأخضر، وزعتها بالشكل ده في النص. وهحط رشة حلوة كده من الزعتر، لازم يا جماعة الزعتر. هكمل الكمية فوق الحشوة بقى، احط باقي كمية الجلاش الكام ورقة اللي فاضلين، وبنفس الطريقة هدهن برضو من السائل ده بين كل ورقة والتانية لغاية ما اخلص الكمية كلها. خلصت الكمية اوراق الجلاش كده، هبدأ اقطعها بسكينة، التقطيعة اللي انت تفضليها وحجم القطع زي ما انت عايزة. دي بقى التشريبة اللي هحطها على الجلاش من فوق، هسقي بيه صينية الجلاش من فوق. ده باقي السمنة باللبن اللي كان عندي، ضفت عليها بضاية ورشة ملح ورشة فلفل اسود. هسقي بيها الجلاش من فوق كده بعد ما قطعته. وبعدين هضيف باقي الحاجات اللي عندي. انا شلت من كل حاجة شوية صغيرين على جنب كده، الفلفل والزيتون والجبنة الرومي، هحطهم كلهم على الوش بالشكل ده. هو ده بقى يا جماعة وش البيتزا.
ورشة من الجبنة الرومي. وطبعا عندك جبنة موتزاريلا او جبنة شيدر ضيفيها، انا مش عندي غير الجبنة الرومي المبشورة ضفتها بالشكل ده. وبرضو هحط المكعبين الجبنة المثلثات دي، قطعتين الجبنة المثلثات قطعتهم صغير وهوزعهم كده على وش الصاج. ورشة برضو من الزعتر، رشة بسيطة، ورشة من اوراق البقدونس. زي ما قلت لكم انا بحب البقدونس قوي بجد، حتى لما بعمل بيتزا لازم على الوش كده رشة من اوراق البقدونس. خلاص كده هي معايا جاهزة، هدخلها الفرن. خدت معايا بالظبط تلت ساعة او 25 دقيقة في الدرج في الرف الوسطاني، ومولعة طبعا الفرن من قبله. وخدت 3 دقايق بالظبط تحت الشواية عشان الوش من فوق يبقى بالشكل ده. وطلعتها، شايفين ما شاء الله مستوية من تحت حلو جدا، ومن فوق طرية قوي. يعني هي من تحت جلاش ومن فوق بيتزا. احنا عملنا 2 في 1، جلاش بالبيتزا. وهنا انا قطعتها، حبيت برضو اوريكم من النص الحشوة عاملة ازاي، واوريكم اللي طالع معايا ما شاء الله مورق وحلو قوي ازاي. ده عشان برضو البيكنج باودر، وعشان اللبن اللي انا سقيت بيه بين الطبقات. بلاش سمنة بس، خليها مثلا سمنة وشوية لبن، بيفرق قوي قوي بجد. بالشكل ده ما شاء الله طالع مورق وحلو قوي. انا بقول طالع على اساس انه جلاش، وشوية بقول الوصفة حلوة قوي على اساس انها بيتزا. يعني انا مش عارفة هو بيتزا ولا جلاش، مش مهم، بس المهم ان طلع طعمه حلو قوي بجد. جربي الوصفة دي هتعجبك، وحلاوتها بجد في بساطتها في مكوناتها البسيطة. تقدري تستغني عن اي حاجة مش موجودة عندك. البسطرمة ممكن بلاش منها، اي جبن عندك ضيفيها في النص، اي فلفل عندك ضيفيه، هتطلع معاكي حلوة قوي بجد وطعمها رائع. لو لسه متابعاني لغاية الجزء ده في الفيديو انا بشكرك جدا جدا، وبقولك يا ريت تحطي اللايك الجميل، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان توصلك اي وصفة جديدة انا بعملها.